يا صباح السعادة. ازيكم حبايبي؟ معاكم ماري انور. جايه لكم النهارده وصفه حلوه جدا، كلنا بنحبها فطار او غدا او عشاء. هو بتنجان المخلل، وكمان معاه سر المطاعم. بس استنوا، لايك وشير وسبسكرايب بسرعه على الفيديو. كده معايا بتنجان بتاعي حوالي كيلو بتنجان عروس اسود. جايباه صابح، بصوا على قد صباعي. ده الصح بتاعه، ويكون مليان لحم، ويكون كمان عرشه اخضر بالشكل ده، واحيانا بيكون مشوك. انا غسلته وهبدا اقشر معاكم. احنا هنا نشيل القرش الاخضر ده، شايفين بالشكل دوت. طبعا مولعه حله على النار فيها ميه تغلي معايا، وهبدا اخلص الكميه ونبدا نسلق مع بعض ونشوف خطواته وتكاته. يلا بينا. طبعا معايا الميه غليت بالشكل دوت. هبدا اسقط فيه البتنجان بتاعي بعد ما قشرته وغسلته، واحط معاه القرن فلفل الحار واسيبه يغلي معايا بالشكل ده. بعد ما يخش في الغليان حوالي 5 دقايق، هكون مجهزه معاكم بنجرايه كبيره مقطعاها. ده بقى سر المطاعم، بيخلوا شكل لون البتنجان من جوه احمر. طبعا مع الليمون مع الخل بتاخدي نتيجه حلوه جدا جدا. تمام كده زلت عليها بنجرايه. ومش هسكت على كده، لا، هجيب غطا حله اصغر من الغطا بتاعي واضغط لتحت، او طبق صيني، بحيث البتنجان كله يسقط لتحت. وبكده استوى معايا وزي الفل، منهرش مني. ده شكله بعد ما طب سخن ازاي، ماسك نفسه ومستوي وناعم جدا من جوه. ويلا مع بعض نجهز الدقه. وتعالوا معايا نشوف عباره عن ايه الدقه. عباره عن توم وفلفل احمر وفلفل اخضر حار. ايه الموجود عندك حطيه. حط ربع كوبايه كزبره وبقدونس خضراء، ومعلقه كزبره ناشفه كمان عليهم. طبعا طريقه الفرم بطريقه اللي تعجبك، في الهون، في الهاندي بلندر، في الخلاط اللي انت عايزاه. وهنزل عليه بقطعه من البنجر بتاعنا. تمام. معايا بقى هنا ملح، معانا كزبره ناشفه، معانا بابريكا، معانا كمون، كميه حلوه كده. هنعمل كميه ممكن نشيل منها كمان في التلاجة. وعليها عصره ليمونه من غير بذر، وشويه زيت صغيرين جدا عشان يساعد معايا في الفرن. تمام تمام. وما نساش كمان شويه خل. برضو هنا الليمون والخل بيخلوا البتنجان جميل جدا جدا. نبدا بقى نقفل كده الهاند بلندر ونفرم بقى بطريقتنا. صدقوني ريحة التتبيلة جامدة جامدة. ابصوا شكلها، ريحتها خطيرة. كده تتبيلة جاهزة معانا. نجيب بقى البتنجان بتاعنا هنخلله مع بعض، ونجيب علبة بغطاها، هنجيب برطمان ايه الموجود عندك. هنا انا خدت مية السلق، شوفوا لونها حلو ازاي ما تتسلق. البنجر مديها لون جميل جدا. هبدأ بقى احط معلقة دقة في العلبة او البرطمان، واشق البتنجان بتاعي، وهحط في كل ما ايه يعني حبة دقة في كل بتنجانية. بصوا من جوه مزبت وجميل ومش مهري. ادي الكميه بتاعتي. سكتنا على كده؟ لا، في بقى معايا كميه دقه زادت، احطها في برطمان، احطها على رف التلاجة، مش لازم الفريزر. تمام. بص بقى شكله جامد قوي حلو. بص اللون من جوه. ولسه ايه بقى الخطوه اللي بقى كده؟ هنجيب ميه السلق اللي سلقنا بيها بتنجاني اللي كان فيها البنجر. ده شكلها. هبدا ايه، بصوا اشيل بقى البنجر المسلوق دوت كده، واخد الميه دي. برضو هتدي لون جميل جدا. بتلاقوا في المطاعم كده، تلاقي صاحب المطعم حاطط برطمان فيه ميه بس اللون ده بس، صح. ونبدأ بقى نحط حبة خل، ونحط معلقة دقة من اللي فاضلة معانا، ونظبط كده حقيقنا. تمام. وننزل على المخلل بتاعنا أو البتنجان بتاعنا، إذا كان في برطمان أو في علبة تلاجة. وكده المخلل بتاعنا خلص معاه. بص بقى شكله وريحته. هو يوم واحد بس تاكلوا منه، وتغطوه في التلاجة يقعد معاكم أسبوع أو 10 أيام. بص بقى الجمال. ويديله بقى رشة زيت من على الوش. يا سيدي، ايه الجمال ده. حلو أوي بقى مع طعمية سخنة، مع شوية فول، مع أكلة حواوشي، بيبقى روعة روعة روعة. بصوا بقى لسه حاطين المية لونها حمرا ازاي، جامدة جدا. نغطيها كده ونحطها على رف التلاجة، ولما ناخد بالطلب. بص شكله من جوه وريحته روعة. بصراحة جامد جدا. جربوها على طريقتي يعجبكم قوي. بألف هنا وشفا. وتدوس بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. بشكركم جدا. باي باي.